السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم اخوان الهواة ورحمة الله وبركاته. اليوم جمعة 13/10/2023 في ديوان اخونا الكبير والعنيد رئيس المنتدى الاولمبي ابو ايمن كاظم لبته، ونخبة طيبة من الاخوة هواة العراق هواة البصرة. حياكم الله ومساكم الله بالخير. الله بالخير. الله يبارك يا ابو علي. طبعا سؤالنا لاخونا الكبير ابو ايمن، اكو دواوين بال 2019 بالتسعين بالسبعينات، اكو دواوين لها دور كبير بالنسبه للهوايه، اكو دواوين لها فضل على الهوايه. هاي الدواوين لازم نذكرها، هاي الناس لازم نذكرها، وهذا السؤال موجه لاخونا الكبير ابو ايمن كاظم لبته. ابو ايمن، اكو دواوين عندنا كبيره، من ضمن الدواوين ديوان اخونا ابو ايمن كاظم لبته له دور كبير. وانا بصراحه اقول لو كان اكو توثيق ذاك الوقت بالتسعينات، لو كان اكو تصوير واكو توثيق نشوف ديوان ابو ايمن مملوء بالناس يوميا، يوميا قعده وجلسه بديوان اخونا ابو ايمن كاظم لبته. واكو دواوين لها دور كبير راح يذكرها بهاي الدواوين اخونا ابو ايمن كاظم لبته. تفضل. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير الكرام حج. احنا شباب صغار يعني طلاب متوسطة، وكان الديوان الوحيد بالبصرة هو ديوان استاذ محمد الله يرحمه. رحمة الله يرحمه. اي رجل هذا طيب ويحمل اخلاق، وتعلمنا منه كل الصفات الزينة، يعني اخلاق وكرم وشجاعة، يعني رجل بمعنى الكلمة. فكانت الديوانية الوحيدة ديوانية استاذ محمد. بيا سنة حكي هاي؟ ستينات. بالستينات. احنا شباب صغار. نعم. قبل هذا الديوان كان ديوان ابو غازي حافظ. رحمة الله. اي نعم. نعم. بس انا ذاك الوقت يعني صغير، يعني ما منتبه لهالمسألة هذه. ابو ايمن بالتسعينات الدواوين يعني هم لها دور كبير. شوف بالتسعينات، مو بالتسعينات ابو علي، استاذ محمد بالسبعينات راد ينتقل للجنينة، كان بيته مؤجر بالجنينة، فنقلت الديوان عندي سنة 70. نعم. 70 وال80 وال90 والألفينات، يعني لحد ما رحت للكويت. هذا عندي القاعدة هذا الديوان. اكو دواوين يعني، بس مو بهالزخم هذا وبهالكثافة هذه. ابو وسام ماجد. لا هاي بالألفينات ابو علي. بالألفينات. بالألفينات، احنا ما نحكي دواوين بالألفينات صارت هواي يعني. ديوانك، ديوان ابو مبارك، ديوان ايوب، ديوان نعم، واجد دواوين يعني، واجد دواوين انفتحت بهالظرف هذا. بس كقدم نعم. هذا اللي حكيته لك انا يعني. اي والله. حياك الله. حياكم الله بديوان اخونا الكبير ابو ايمن كاظم لبته. طبعا سؤالنا اليوم لاخونا ابو علي الحلفي بخصوص الدواوين اللي استمرت من 2000 من سنة 70 أو 60 اللي نور عليها أخونا أبو أيمن كاظم لبته. إحنا اليوم سؤالنا لأخونا أبو علي الدواوين اللي تأسست بال2000. شوف أبو علي، المال أول مال تالي. بالنسبة لأبو أيمن لا مجاملة ولا هو قاعد وأنا قاعد ديوانه، قسما بذات الله أنا صغير وأسمع ديوان أبو أيمن وقعدة أبو أيمن، وجيت الديوان أبو أيمن وأنا صغير ويهل الطويسة. بالنسبة شوف للدواوين عندنا قصيب ومناف بالاصمعي، تجه للجمهوريه وهل العاليه وهل الموفقيه كلها تعبر، وهل الصافقه كلها تقعد يم قصيب ومناف. البصره تنقسم الى اجزاء، شمال البصره، غرب البصره، جنوب البصره. احنا مركز البصره تجي كلها يم قصي. بالنسبه للمعقل تجي يم الحاج ابو ايمن، ارتكاز المعقل، الجويله، الابله كلها يم ابو ايمن. وابو عدنان حمودي الله يرحمه بهاليوم هم صاحب ديوان، وبالمعقل تلتم عليه للمعقل ويجمعون وذيك القعده الحلوه والطيبه بأهله وبربعه وبخوته. هذا واحد.
عندك الدواوين ابو حسن رياض، لا رياض ابو حسن ابو الطويسي الله يرحمه، صاحب ديوان هذا قاعد يمه سعد ابو شيماء وخالد الشمخي ورعد تجنيد ورعد البحار وحلو وعلي حبيب، كل احنا نقعد يمه كنت اقعد يوم عند قصي بديوان قصي، يوم اقعد بديوان الطويسي. هذا ديوان عامر مستمر ليل مع نهار، ورجال بوحده هو فرد، رجال ما عنده خلفه، يخدم العالم ليل مع نهار ابو حسن رياض الله يرحمه. هذا اللي شفته بعد انا. وحتى اهل الطويسه ترى كانوا يجون، اهل الطويسه يجون هنا ابو، خلنا اقول لك علي محسن الله يساعدك. بالنسبه لديوان ابويمن، ديوان ابويمن مستمر عام، بس ابويمن كانت له مثل يوم الخميس حكي عدل ولا حجي؟ قعدتك الرئيسيه لا مستمره يوميا، بس اكو قاعده لك يوم الخميس تجي للطويسه والزبير كانت تجي، اتذكر عليها حجي؟ لا الكل تجيك الكل، بس لك قاعده يوم لك يوم، لا تجي العالم تتجمع عندك. جماعة الزبير اي جانب ابو فارس وماجد الوحش يجون، وسيد ايوب. اهل الطويسه يجون مستمر. الاسبوع كله. احنا كنا هنا نقعد ابو علاوي معدودين. يجون 3 ايام 4 بالاسبوع يعني، صح. عرفناهم من وراء هذا الديوان يعني. انا النوب مرخصك، النوب اهل القبله ينورون علي ابو عمار سالم حجيه، هذا رمز من رموز البصره، جناي. ويعني شو اسولف على ابو عمار؟ اسطوره الهوايه ابو عمار. خلي ينور لنا اخونا ابو سجاد او سليم. جميع حياكم الله. طبعا شاهدت حسب الهوايه اللي انا قمت فيها، شاهدت قعده ابويمن. اول ما قعدت انا عند الاستاذ، كنا انا وبيمن شباب، انا مو 52 وبيمن 53، ولحقت على ديوان ابو حمزه بالجبيله عباس، يعرفه الاخ بيمن. وقاعد انا بقعده ابو عدنان، صواعد ابو عدنان من بعد بيمن مال معقل، وكل المعقل يجي وكل المناطق تجي لابو عدنان. نعم كلهم يجون ربعنا. هاي الدواوين كانت عامره بوجود الناصر الخيره، مع احتراماتي تسمع الصوت. ديوان ابو غازي قبل الاستاذ محمد، مثل ما تفضل اخوي بيمن. بعدين اجى الاستاذ، وبعدين وراها استلمها بيمن، وبعدين استلمها ابو عدنان حمودي. نعم حمودي. احنا بالنسبه لي المعقل. بالنسبه لباقي المناطق، الونبي قصي وابو ذاري. نعم. بعدين قعدت عند قصي، عند ابو عمار. نعم والنعم منهم. اي والله هذا احمد زايد. اي قصي ومنافس القبيل. ابو علي ترى مفتوح. حبيبي الغالي، شوف البصره بها دواوين متفرعه. عندك انا ذكرت الطويسي رياض ابو حسن، وماجد البطبوط عنده ديوان، وعندك علي حبيب المشتل كنا نقعد يمه، هاي اخوي. وبعدين اجى اخونا ابو وسام ماجد الغراوي، صاحب ديوان وصاحب ملقى ونعم منه، كلهم ربعنا معازيب وطيبين واصحاب ديوان واهل معروف. ونذكر اهل الزبير اخواننا، سيد ايوب صاحب ديوان وصاحب ملقى، ابو فهد، عندك عمران ابو سعد الله يذكره بالخير، حامد الله يرحمه، مكاناتهم بالبر هذولي ديواونهم بالبر تصير. عندك ابو مشعل الله يرحمه، هم صاحب ملقى صاحب ديوان، جايك بالكلام. احمد عماره رجال صاحب ديوان بالبر هذولي ونعم منهم. حسين الحسين رجال طير خوش حمام، وربعنا الزبير طيره خوش حمام، عندهم خوش حمام، والهوايه انبنت بالبصره والزبير. مشكور حبيبي، حياك الله يا ميتل. حبيبي الغالي، بالنسبه النوم نعبر على القرمه. القرمه نعيم حواس صاحب ديوان، عندك ابو تحسين الله يشافي يطول عمره ان شاء الله علي قرمه، عندك علي باسم هم رجال صاحب ديوان، وهو فارس هم عندهم ديوان وقعدون بيناتهم هم ديوانهم واحد، وكلهم اعزاز علينا واخواننا وابو ناصر. والله كلها معازيب ربعنا. انا خاف اقول فلان وفلان انسى واحد وصعبه علي، لان يا تروح لصاحب ملقى ويقول لك يا هلا ويا مرحبا وديوانه مفتوح ويقول لك حياك الله، ليل مع نهار تعال تفضل يمي حياك الله.